اول تغير كبير هيحصل في ايفون 18 برو وبرو ماكس، وهي ان الدايناميك ايلاند هتختفي وهيجي بدلها سنجل هول كده هتبقى موجوده على شمال الموبايل، وهتكون كمان عباره عن الكاميرا بس، انما السنسورات بتاعه الفيس اي دي هتكون موجوده تحت الشاشه، وده هيكون عن طريق تقنيه جديده ابل هتحطها في الايفون 18 برو وبرو ماكس تحت الشاشه. التقنيه دي هتسمح ان الاشعه بتاعتها تخرج وتخترق الشاشه وتشوف وش البني ادم اللي ماسك التليفون. ماشي، مختلفه عن الايفونات اللي فاتوا، بس الفكره ان الموبايل بقى شبه الاندرويد والحاجات دي شفناها كتير قوي، وده مخلي على قد ما هي فكره مختلفه بالنسبه للايفون، لا هي قديمه بالنسبه للتليفونات الثانيه. ممكن يكون لسه في جزئيه ناقصه من التسريبات، حتى لو تفتكروا ايفون 14 برو التسريبات اللي حصلت وقالت ان النوتش بتاعت الايفون هتتشال وهيبدلوها بحرف اي كده اللي هو الكاميرا والسنسورات بتاعت الفيس اي دي. لما تم الاعلان الرسمي عن الموبايل في المؤتمر قالوا ان هي بقت دايناميك ايلاند وبقت كلها قطعه واحده كده مش حرف الاي، فاكيد في حاجه ناقصه. وابل مش من الشركات اللي بتنقل الحاجه على طول عندها، هي حتى لو خدت الفكره بتقدر تطور عليها وبتطلع لك حاجه كويسه. ممكن بقى الدايناميك ايلاند تصغر، ممكن يعملوا لها ريديزاين عشان تبقى مناسبه للمكان الجديد بتاعها، الله اعلم.